طابت أوقاتكم بكل الخير مشاهدينا. لا يختلف اثنان على الدور الحيوي الذي يلعبه الإعلام في تشكيل ملامح واقعنا الحالي وتسليط الضوء على مختلف القضايا في أوجه الحياة المتنوعة. الإعلام هو الذراع الأقوى في مطالبات الإنسان لحقوقه والمرآة العاكسة لأوضاعه وتطلعاته. في حلقة اليوم من برنامج 29 سنحاول أن نعثر على مكان الإعلام الكويتي من إعراب القضايا الحقوقية المختلفة في الكويت. باسمكم في بداية هذه الحلقة أرحب بضيفنا الأستاذ محمد الحسيني، مدير تحرير صحيفة الأنباء الكويتية. حياك الله معنا أستاذ محمد. مساء الخير لكم ولكل الجمهور اللي عم بتابعنا اليوم في قناة اليوم. مساك الله بالخير مساء النور. مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين. إذا اليوم مشاهدينا حلقتنا عن الإعلام الكويتي وحقوق الإنسان. نبدأ في هذه الحلقة بمشاهدة هذا التقرير. منذ إنشاء الدولة الحديثة في الكويت مر ملف حقوق الإنسان بالعديد من المراحل والمشاهد لم يغب الإعلام بالكامل عنها، إلا أن يد التوجيه المتعمد لم تغب هي الأخرى عن بعض وسائله في الكثير من الأحيان، وتكون الملفات الحقوقية العالقة سلعة تبيعها وسائله مع الوهم أملا بمزيد من القراءات في أيام الإجازة. تناقضت عناوينه وتبدلت مواقفه حسب وجهة الرياح المتغيرة دائما. الثابت فيها كان غضه البصر عن حجم المشكلة وإبرازه للتبريرات دون تحليل القضية وأبعادها والبحث في حلولها. يملك القدرات ويوجهها نحو مصالحه وتزكية القريبين منه. وفي مراحل الخطر نراه طرفا في المطالبات الحقوقية، لكنه في موقع المواجهة معها والتقليل من شأنها الأشد خطورة حين حمل راية التقسيم وحاد عن رسالته بفتح فضائه لاستفزاز فئات بعينها وبث الشتائم، فجاءت ردة الفعل عليه حادة وصلت حد اقتحام مباني بعض مؤسساته. ما زالت القضايا الحقوقية في الكويت تنتظر من الإعلام الكثير وتأمل أن تبتعد يد التوجيه عنه، لأنها ترى بأن قضايا الإنسان يجب أن تعامل بحيادية، وما هو غير ذلك يعد انتهاكا بارزا. ليس هذا ضربا من المستحيل، لكنه التحدي الحقيقي للإعلام الكويتي ودوره الحقوقي. عودة لكم مشاهدينا والحديث عن الإعلام وحقوق الإنسان. الإعلام السلطة الرابعة، والسؤال الذي يطرح نفسه في مجال أو الجانب الحقوقي. أستاذ محمد، ما هو دور الإعلام في مسألة قضايا حقوق الإنسان بالشكل العام؟ الفكرة الرئيسية هي أن الإعلام يدخل في إطار حق التعبير وحماية حق التعبير، وهو أحد الحقوق المهمة والأساسية في حقوق الإنسان. طبعا احنا بنعرف شرعة حقوق الإنسان، وهي أهم شرعة وضعية في تاريخ البشرية. وضعت سنة 1948، تنص على 30 حق للإنسان في المجالات المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية. حق التعبير يعتبر الأهم بين الحقوق 30 لسبب بسيط، أنه هو الذي يدافع عن كل هذه الحقوق. فمن دون وجود حق التعبير ما رح نقدر نحكي في أي حق آخر من الحقوق. من هنا تكمن أهمية الإعلام. الأمر الآخر أن حرية التعبير هي الركن الأساس في أي ديمقراطية بالعالم، واليوم كلنا نتطلع إلى عالم ديمقراطي على مستوى جميع الدول وعلى مستوى الإنسانية جمعاء. فبالتأكيد الحق التعبير هو الحق الأساسي والركن الأساس في حقوق الإنسان، والإعلام الحر هو يفترض المدافع الأول أيضا عن حق التعبير نفسه. هذا المأمول من نعم.
الإعلام بأن يكون هو المدافع عن حرية نعم. التعبير وعن حقوق الإنسان بشكل عام. إذا ما يعني جئنا إلى الواقع الكويتي اليوم والإعلام الكويتي، كيف ترى هل مارس الإعلام الكويتي دوره فيما يتعلق في الدفاع عن حقوق الإنسان؟ مثل أي مجال آخر في كل دولة من العالم. أولا خلينا نبدأ في تصنيف الصحافة الكويتية والإعلام في الكويت. الإعلام في الكويت على مستوى المنطقة يعتبر إعلاما متقدما، يعني في كل التصانيف أو تصنيفات والمعايير الدولية هي تعطي للإعلام الكويتي مرتبة متقدمة، إنما على مستوى العالم هو يأتي في مرتبة متوسطة. يعني بالتأكيد يجب الارتقاء إلى مستوى الإعلام العالمي، ليس ما يمنع في دولة مثل الكويت فيها يعني أجواء حرية كبيرة أنه يرتقي مستوى الإعلام، ولكن يعني مسؤولية بالدرجة الأساسية تقع على الإعلاميين أنفسهم وعلى وسائل الإعلام نفسها. اليوم أصبح هناك تحديات كبيرة، يعني لا يمكن للإعلام أن يكون مكشوفا، لأن الإعلام المكشوف بالنهاية يحكم على نفسه بالإعدام في عصرنا. يجب تقديم إعلام مهني ويجب التعاطي بشفافية وبواقعية مع كل الأمور مهما كانت حساسيتها. بالتأكيد الإعلام في دولة الكويت ليس مثاليا يعني، إنما مثل ما قلنا يعني أفضل من أماكن أخرى كثيرة في العالم. طب أستاذ محمد، احنا بندخل شوي بالتفاصيل في بعض القضايا الحقوقية. يعني على سبيل المثال احنا على مدى حلقتين قبل هذه الحلقة فتحنا ملف العمالة والاتجار بالبشر وتجارة الإقامات في الكويت، وأثناء يعني التحضير لهذه الحلقات كنا نبحث في الإعلام لنرى كيف تعامل الإعلام أو يعني تغطيات الإعلام لهذه القضية. وجدنا يعني قلة أو نقص في يعني نقل المعلومة هذه. وأحتاج اليوم يعني حتى اليوم تعطي رأيك تحديدا في قضية اليوم الاتجار بالإقامات والاتجار بالبشر في الكويت. كيف تعاطى الإعلام الكويتي معه؟ أنا سأتحدث بداية من موقفنا في جريدة الأنباء. قبل بضعة سنوات حصلت ما يسمى يعني بتظاهرات العمالة البنغالية، وأنا زرت بنغلاديش والتقيت رئيسة الوزراء شيخة حسينة ورئيسة المعارضة السيدة خالدة ضياء وتحدثنا في الموضوع. في ذلك الوقت قبل سنوات لو رجعنا إلى عدد الأنباء في ذلك اليوم كان في عنا منشط يعني معروف، وتعرضنا بسببه إلى انتقادات، لأنه بالنهاية ككل قضية يوجد يعني في آراء مختلفة تجاه قضية العمالة الأجنبية وموضوع الإقامات وغيره. كان المنشط في الأنباء في ذلك الوقت ثورة الجياع، لأنه كان يعني يفترض أنه رواتبهم بحدود 18 دينار، وحتى 18 دينار لم تكن تدفع لهم. بس ولكن يعني السبب هو أنه الوضع الديموغرافي، التركيبة الديموغرافية في الكويت تفرض وجود عدد كبير من الأجانب ومسؤوليات كبيرة على الدولة. بالتأكيد اليوم الوضع أفضل مما كان عليه قبل سنوات، يعني القضية تتقدم، وجزء من هذا التقدم يعني بسبب ما تطرحه وسائل الإعلام، لأنه أنا أرى أن وسائل الإعلام خاصة في الفترة الأخيرة لم تتغاضى عن موضوع الإقامات وعن موضوع الغيره، ربما مش بالشكل يعني نعم. فيما يتعلق في موضوع الإقامات بالفعل في الفترة الأخيرة نرى يعني الكثير من العناوين الصحف حول ضبط بعض القياديين نعم. إلى آخره. لكن أنا اليوم أتكلم عن دور الصحافة في المتابعة ما بعد يعني حتى هذا الخبر. هل رأينا مثلا متابعة لهذه الجهات التي تم يعني القبض عليها أو إحالتها إلى القضاء، التحري أكثر، الغوص بعمق أكثر في هذا الملف، أم كان هو مجرد تعاطي سطحي ويعني ماشي مع الموجة الأخيرة؟ يعني بالنهاية قد لا يكون بنظر البعض كافي، إنما أنا برأيي يعني لم يتم التغافل عن القضية. بالتأكيد يعني يختلف بين مؤسسة إعلامية وأخرى، لأن المؤسسات الإعلامية بالنهاية أغلبها يتبع إلى القطاع الخاص وعندها جدول أولويات. في بعض الوسائل الإعلام يعني تم التعاطي مع القضية بمسؤولية، وإلى اليوم هناك متابعة لها. ومثل ما قلت يعني يوم استخدمنا في الأنباء مصطلح ثورة الجياع، يعني تعرضنا إلى انتقادات من شخصيات في البرلمان مثلا وفي الحكومة أيضا، كذلك عندما نطرح بعض التقارير الأجنبية المتعلقة في حقوق الإنسان، يعني حتى يتم القول أنه كأنه في تعرض إلى سمعة البلد. إنما للأمانة يعني في مسؤولين في الحكومة ما عندهم مشكلة في طرح الموضوع، وبالمقابل في آراء أخرى
تنافي الموضوع. وانا يعني حتى البرنامج اللي احنا فيه يعني من الامور اللي شجعتني على المشاركه اني بالحلقات السابقه يعني وجدت هامش كبير من المعارضه وطرح الامور بشكل يعني احيانا في كثير من التصعيد خلينا نقول، بس ولكن اعتقد ما حدا اعترض على البرنامج، وهذا دليل انه في الى اليوم وسائل الاعلام في الكويت تطرح هذه القضايا بكل شفافيه. يعني هذه مبادره يعني لا ننكر اليوم حتى بعد 50 سنه على تاسيس الدوله ان نرى مبادره من هذا النوع والتفاته الى قضايا حقوق الانسان، وعم تتكلموا بكل حريه من دون مشاكل يعني. بالضبط، يعني هذا حتى يؤكد اليوم مش كثر حتى المشاهد او القارئ محتاج الى منبر يعبر عن قضاياه ويوصل صوته بس. حتى في ملف تجارة الإقامات أستاذ محمد تسمح لي، يعني هو الإعلام وجد لحماية، لنشر وعي، لرصد انتهاكات، لإيصال يعني صوت فئات مهمشة. كان هناك بعض التناقض أحيانا في العناوين التي تنشر أو الأخبار عندما نستخدم العمالة الوافدة كأنها الشماعة، سبب الزحمة وسبب الجريمة وغيرها من المغالطات. اليوم نزعل لما نشوف الإعلام يرسخ هذه المفاهيم كأنه يضع غطاء. يعني هذا هني أقصد الممارسات السلبية. ما رحنا للمشكلة بقدر ما إن أوجدنا صورة توليفة شلون نظهر فيها اليوم المشكلة. يوجد في البلد مثل أي بلد آخر يعني في تيارات يمينية يعني لا تنظر براحة إلى التركيبة الديموغرافية في الكويت، إلى وجود هذا الخلل بين الأجانب والمواطنين، وهذا رأي يعني موجود ليس فقط في دولة الكويت، في باقي دول مجلس التعاون في أوروبا. دور الإعلام أنه يلحق هذه الفئة اليمينية ولا في إعلام يؤيدهم ويمشيهم، في إعلام في الوسط يعني بيطرح وجهتين نظر، وفي إعلام خلينا نقول لا يعني يراعي أكثر وجهة نظر النشطاء الإنسانيين في الموضوع. أيضا لا يجب أن نغفل على أنه موضوع حقوق الإنسان هو موضوع بالتأكيد أساسي، بس ولكنه ليس يعني مطلق وطرحه بالسهولة اللي احنا نتصورها. يعني اليوم في أمور أخرى مرتبطة في هذا المجال وتقع على عاتق الدولة. يعني اليوم الدولة هي جهاز يمثل الإرادة الجماعية، وهو مسؤول عن كثير أمور، منها مثلا بالدرجة الأولى موضوع الأمن وموضوع حماية الناس اللي موجودين على أرض هذا البلد سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين. فبالتالي لا يمكننا النظر إلى يعني من حق مجموعات الضغط والنشطاء رفع السقف إلى أعلى مستوى وحتى الإعلام، ولكن بالنهاية يجب أن ننظر إلى المسؤوليات الملقاة على عاتق الدولة. صحيح. اليوم إذا نظرنا خلال السنوات الأخيرة تم اتخاذ إجراءات على مستوى وزارة الداخلية ووزارة الشؤون في دولة الكويت، يعني فعلا أمنت بالتعاون مع بعض السفارات، خاصة سفارات الدول اللي أغلب العمالة الأجنبية تأتي منها، حسنت من أوضاع هؤلاء. واليوم ولله الحمد أيضا في مجتمع مدني في الكويت نشيط على مستوى يعني التعاطف مع خاصة الطبقات الفقيرة من هؤلاء العمال. فبنلاقي يعني مثلا بالكويت يقال أنه فعلا هي الدولة اللي ما بينام فيها شخص وهو جائع، ما بينام شخص يعني حتى لو كان أجنبي كان من أي جنسية، أنا ما بدي أسمي جنسيات حتى لا نقلل من شأن أحد، يعني ممكن اللجوء إلى أي مسجد إلى أي مأوى. المواطنين أيضا في مجال العمل الخيري يعرف عنهم مجالات، ففي تحسن. بالتأكيد الأوضاع ليست مثالية مثل ما قلت، لا زال هناك كثير من القصور، لا زال كثير من المشاكل. برأيي دور الإعلام لا يجب أن يكون فقط تصعيديا وهداما، أيضا لازم نسلط الضوء على ما يبذل من جهود لحل ومعالجة هالنوع من القضايا. يعني عشان نتكلم عن الموضوع لا يكون هداما وإيجابيا، على سبيل المثال فيما يتعلق يعني في قضايا الاتجار بالبشر وقضايا العمالة الوافدة ومسك الشركات وإلى آخره، بعض الشركات المخالفة وبعض التصريحات في الصحف من المسؤولين، لما تمت المتابعات أو اليوم مثلا لما تعلن وزارة الشؤون بأنها ستضبط مخالفين، نعم. أنا أعتقد أنه كان أيضا على الإعلام أن دور أن يستكمل هذا الموضوع ويكشف جهود حتى الإيجابية. إحنا نرى أن دائما يعني يهتمون بالخبر بشكل الظاهر أو بالسطحي أو التصريح الحكومي، لكن لا يتبعون الحدث الحقيقي. وأن هذا ما لاحظته يمكن لاحظناه في أغلب إعداد الحلقات، في أن الصحافة تنقل التصريح الحكومي ولكن لا تتابع ما بعد التصريح ما حصل لتكون موضوعية أكثر، وترى هل تنفذ هذا التصريح أم لم يتنفذ على أرض الواقع. يعني ألا ترى ذلك يعني أستاذ محمد؟ يعني أكيد بالتأكيد هناك قصور، بس مثل ما قلت يعني يجب موضوع الإعلام لا يمكن يعني أن نشمل كل وسائل الإعلام ونضعهم في مكان واحد. الحقيقة وللأمانة
لا توجد وسيلة إعلام في الكويت تتميز بتغطية كل القضايا بشكل شامل وكامل، وإنما إذا نظرنا يجب أخذ كل ملف على حدة والنظر بتعاطي وسيلة الإعلام معه وأعطاء تقييم لهذه الوسيلة. وإنما اليوم بالتأكيد وسيلة الإعلام اللي تريد أن تحظى بمصداقية وبشعبية وباحترام لازم أنه تغطي الجوانب اللي عم تتفضلوا فيها. إذا حتى في أحد الملفات المهمة والتي شفنا أن حتى الإعلام تحرك عندما نزل إخواننا بدون في اعتصاماتهم، بدأ الإعلام يلتفت إلى قضيتهم، ولكن حتى لما التفت إلى قضيتهم ما ركز على تفاصيل القضية بقدر ما ركز على ردود الأفعال، وحاول أحيانا في بعض العناوين إبرازهم على أن أعمال تخريبية أو أنهم مشاغبين. برأيك في هذه القضايا التي يسعى فيها هذا الشخص ليوصل صوته ليطالب بحقوقه، لماذا يتعامل الإعلام يبتعد عن القضية ويضع صورة ويرسم لها عنوان بالتحديد في مشهد قضية البدون؟ أنا أرى بالعكس، يعني اليوم في كثير من وسائل الإعلام لم تتغافل عن القضية، ومش صحيح أنه كل وسائل الإعلام تنظر إلى الناس التي تعبر عن رأيها وتطرح مطالبها يعني على أنهم مخربين أو مجرمين. يعني حتى بالعكس، يعني قليل جدا من وسائل الإعلام اللي تلامس هالقضية. اليوم واقع البدون موجود ومعروف في دولة الكويت وفي دول أخرى بالعالم، هو يعني ملف يتعلق في أكثر من جهة بالدولة، واليوم أوجد جهاز لمعالجة هذا الموضوع سيحكم على أدائه وعلى جهوده بعد فترة من الزمن بناء على ما طرحه من حلول للموضوع. بس ولكن اتهام وسائل الإعلام بأنها لم تلامس القضية يعني برأيي غير صحيح، حتى على مستوى يعني كتاب الرأي. بس أيضا نعود إلى فكرة أنه يعني يوجد رأي ورأي آخر. اليوم هالنوع من القضايا لا يوجد عليها إجماع في المجتمع. يعني في وهنا يأتي دور الإعلام في أنه يكشف حقائق ووقائع. أكيد بالتأكيد، يعني يجب النظر بالمنظور الإنساني. هناك أعتقد يعني توافق بين الجميع على موضوع أنه ما حدا بيرضى في وجود انتهاكات إنسانية وغيره إلى آخره، والكل يطمح إلى الأفضل في هالموضوع وفي غيره من المواضيع. بس ولكن أيضا يجب أنه نشوف وجهة النظر الأخرى، يعني الدولة ما هي هواجسها، ما هي الأمور التي تطرحها، وأنه نسمع شرائح المجتمع المختلفة اللي يهمها الملف لحتى نقدر نوصل إليه. حتى في البرلمان عندما تطرح القضية نسمع آراء مختلفة في الموضوع، في تفاوت بالطرح. ومثل ما قلت يمكن القضية ليست فقط على مستوى الكويت، أنا يمكن متابع للقضايا على المستوى الدولي. حتى في مثلا فرنسا اللي هي تعتبر دولة متقدمة جدا في حقوق الإنسان، دولة أساس في حقوق الإنسان خاصة على المستوى الوضعي يعني والمدني. هالنوع من القضايا تثير يعني دائما جدل ونقاش وغيره، مثل مثلا موضوع عندهم موضوع ترحيل الأجانب أو بلا شك أستاذ محمد. يعني اليوم في أكيد في رأي وفي رأي آخر، وإحنا نعرف يعني اليوم يعني في قضية البدون تحديدا. يعني أنا مثلا شفت الحلقة اللي أنتم قدمتوها عن هذا الملف، كنتم متبنين وجهة نظر 100% ضد الدولة. نسمع الرأي ونحترمه يعني، بس أيضا يجب أن نستمع إلى الرأي الآخر. يعني بلا شك هو الإعلام مثل ما قلت هو دائما في رأي وفي رأي آخر. لربما نحن يعني حاولنا أن نبرز الجانب الآخر من الملف الذي لم تتعرض له الصحافة والإعلام على مدى 50 سنة. يعني وحلقة واحدة كانت أعتقد يعني قليلة حتى على الموضوع، لكن نتكلم اليوم حتى عن تعاطي الإعلام اليوم ببعض الانتقائية في بعض الأمور. يعني على سبيل المثال الاعتصامات، وليس فقط اعتصامات البدون، احنا شفنا اعتصامات البدون، شفنا اعتصامات كرامة وطن في السنتين الأخيرتين. كانت الصحف أحيانا تبرز المعتصمين بأنهم مخربين يتعدون على أملاك الدولة. كل الصحف؟ مش كل الصحف. لا، أنا قاعدة أتكلم بعض الصحف، أنا قاعدة أتكلم عن التعامل الانتقائية. ولم يعني نرى في أغلب الصحف على الأقل طرح لموضوع كيف يجب أن يتعاطى اليوم رجل الأمن مع الاعتصامات، كيف يتم فض الاعتصامات سلميا ضمن يعني العرف الدولية، بينما كان التركيز على أن هناك في انتهاكات للقانون وبعض المخربين وإلى آخره، علما بأن يعني لم تخرج أي قضايا بإدانة أي أحد من المخربين. يعني هذه يعني الانتقائية في اختيار حتى الصورة اليوم، كيف تفسرها أستاذ محمد؟
اليوم يعني بالنهاية حق التعبير مثل ما قلنا وما يتفرع عنه من حقوق، وحق التجمع هي من حقوق الإنسان 30 اللي يفترض بالصحافة أن توعي فيها. بس ولكن يعني ما بدنا ننسى أنه هذا الحق هو حق أساسي وجوهري، بس ولكن يعني في ضوابط. اليوم مشكلتنا أنه يجب أن نعرف ما هي حقوق الإنسان وأيضا ما هي واجبات الإنسان. عادة الحقوق الإنسان يعني يوازيها مجموعة من الواجبات. مثل ما قلت الدولة هي المسؤولة عن أمن المواطن، وبالتالي حقوق المواطن تقف عند وفق يعني العهد الدولي لحقوق الإنسان عندما نسميه النظام العام والصحة العامة والآداب العامة، هذا بتصنيف العهد الدولي لحقوق الإنسان. حفظ النظام العام يكون بمراعاة القوانين، فبرأيي طالما أي تجمع يراعي القانون ما لازم أن يتم التعرض له. في ما حصل في الكويت كان انه نحن امام امرين. في عندنا كان على مستوى قانون التجمعات بعض النقاشات القانونيه، لانه تم الغاء بعض المواد في المحكمه الدستوريه، فكان السؤال يعني موضوع الابلاغ المسبق للسلطات او غيره. يعني صار في نوع من الحل الوسط بانه الحكومه طلبت ان تكون التجمعات في مكان محدد اللي هو ساحه الاراده، بس ولكن المعتصمين قرروا الخروج في مسيرات. كانت وجهه نظر المسؤولين انه الخروج في مسيرات في ظل الاوضاع الاقليميه في المنطقه وغيره. كلنا شفنا يعني النتيجه اللي صارت في كثير من دول المنطقه. ولكن اين دور الاعلام في ابراز الجانب الحقوقي في الموضوع؟ يعني اليوم ابرز الاعلام تحدث عن الموضوع. يعني بالنهايه اليوم احنا الاعلام لم يتحدث عن مثلا طرق اليوم في تفضل الاعتصامات في الانباء استضفنا خبراء دستوريين. يوجد خبراء يقولون أنه كانت هالمسيرات هي مسيرات قانونية، وبعد أن عطلت المحكمة الدستورية بعض المواد في قانون التجمعات. ويوجد خبراء دستوريين كويتيين رأيهم العكس. وايضا يعني شوف استاذ محمد، انت قاعد تقول اليوم قاعد يناقشون القانون. نعم. هذا قانوني ام غير قانوني؟ نعم. بينما احنا نتكلم اليوم هل هو حقوقي مش ام غير حقوقي؟ القانون. ما هو بالنهايه يعني احنا لدينا قانون، لدينا قانون، وانا لا اختلف معك اليوم. نعم. بان لدينا قانون للتجمعات، ومن نزلوا الشارع اختاروا ان يعني يتحدوا هذا القانون. نعم. السؤال هو هل هذا القانون يتوافق مع حقوق الانسان ام لا يتوافق معها؟ الطريقه التي تعاطت بها الداخليه مع المعتصمين هل هي ضمن الاطر المقبوله في التعاطي مع المعتصمين في المتعارف عليه في حقوق الانسان وحمايه كرامات البشر؟ ايضا انا ما راح جاوبك لانه انا هذا ما لم نراه في الصحف والاعلام الكويتي. هالامور تتعلق في شأن كويتي يعني داخلي. انا بالنهايه صفتي هي صفه مراقب، وانا اعيش في هذا البلد واحب هذا البلد واحترم القانون، بس ولكن اراقب الموضوع. قلت لك يمكن الفرق بيني وبين غيري انه انا لدي من الاصدقاء والمعارف في المعارضه وفي الدوله بنفس الوقت. يوجد انقسام يعني كبير في وجهه النظر حول الموضوع. قلت لك الفكره الرئيسيه والخلاف الاساسي انه نحن امام حق لا جدال عليه، وهو حق التظاهر والتعبير. بس ولكن هذا الحق في العهد الدولي اللي هو مكمل لشرعه حقوق الانسان عليه قيود، منها القيود احترام النظام العام. اليوم من يحدد النظام العام لأنه هو المسؤول عنه هو مؤسسات الدولة. برأيي إذا صار خلاف على موضوع تفسير قانون أو موضوع تطبيق قانون أو وجهة نظر، يجب العودة إلى المؤسسات اللي مسؤولة عن التفسير، إن كانت المحكمة الدستورية فيما يتعلق بدستورية القوانين، إن كان البرلمان إذا أردنا تغيير بعض القوانين. فالحل إذا اليوم نحن نطالب بمثلا بعد التجربة بناء على تجربة صارت، اليوم الكويت دولة مؤسسات، يوجد برلمان، ممكن التقدم من خلال البرلمان بالقانون اللي نحن نراه يتوافق مع حقوق الإنسان ونحدد الموضوع. أستاذ نعم. محمد، يعني حضرتك مدير تحرير نعم. صحيفة، وعندما نتكلم عن الصحافة هي مهنة المتاعب، ولكن اسمح لي أقول لك يعني في قضايا الفساد هل تعبت الصحافة لتبرز مواطن الخلل أم تعاملت بنفس قصير؟ نشعر أن هناك في مواقف وقضايا جدا هامة الصحافة طرحتها سببت إثارة نعم. لكن انتهت. اليوم كم قضية فساد مرت على صحفنا وعلى مجتمعنا. برأيك الصحافة الاستقصائية التي تستطيع أن تكشف المستور نعم. وتكشف من هم الفاسدين وأحيانا ممكن حتى تشيلهم من مناصبهم، برأيك الصحافة الاستقصائية ليش غير موجودة في الإعلام الكويتي وبالتحديد بالصحافة الكويتية؟ يعني هي موجودة بس ولكن أكيد مش على النطاق الواسع. تم الكشف عن كثير من الأمور قضايا الفساد، يعني أغلبها يعني بدأ من الصحف أو عبر تسريبات في الصحف. بالنهاية مثل ما قلنا اليوم الفساد يعني موجود في كل مكان حسب التقارير الدولية اللي هي تقارير دولية يعني عندها مصداقية.
تصنف ايضا الكويت في المركز 69 في مركز يعني لا هو متقدم جدا ولا متاخر جدا، بس بالتاكيد يعني نتمنى انه يتم يعني تحسين الوضع. بالنسبه الى الصحافه الاستقصائيه عليها طبعا، انا ما اقصد بصحافه استقصائيه فقط تكشف المشكله. اليوم عندنا فضيحة ووترغيت هي أبرز مثال على صحافة استقصائية عالمية، الكشف عن النواب البريطانيين والنفقات. هذه أطاحت برئيس صحافة، أطاحت برئيس. وصحافة بريطانية طيرت نص النواب مجلس العموم، وصحافة سكرت مصانع في باكستان عندما استغلوا الأطفال. أنا أقصد هذه الصحافة التي تدخل بعمق إلى المشكلة وتكشف وقائع وتحلل وتكشف تجاوزات وتوجه أصابع الاتهام إلى المسؤول، وهذا المسؤول يحاسب. هذه الدائرة المتكاملة لا نراها أستاذ محمد في صحافتنا. أنا هذا اللي أقصد، موارد ورؤوس أموال لدينا بأن نجيب أحسن الصحفيين من برا. ألا نستطيع اليوم أن نوجد صحافة استقصائية في الكويت؟ يجب أن تكون الصحافة موجودة. أنا برأيي أنه لا يجب يعني أن نقول أنه الصحافة الكويتية هي صحافة يعني رسمية وفقط تراعي الحكومة ووجهة نظر الدولة، يعني غير صحيح. للأمانة يوجد كثير من المسؤولين، أنا ما بدي أسمي، لكن كثير من الوزراء اضطروا للاستقالة، وكثير من النواب تراجعت شعبيتهم وفقدوا أصواتهم بسبب أمور تطرح فيه. كثير من حتى لا نقتصر على موضوع على هذه النقطة من استقال. نعم. يعني كأن فقط متى ما بعد عن الساحة السياسية وخلصت يعني خلصت الشوشرة السياسية ينتهي الملف، ولا نرى ما يتم يعني ما بعد من محاسبة. يعني اليوم نتكلم عن ملف فساد، يقال المسؤول أو يستقيل ويبتعد عن الساحة فتهدأ الأمور. نعم. وكأن لم يكن هناك أصلا يعني فساد أو فضيحة أو إلى آخره، ولا نعرف يعني أين وضع الصحافة موجود في المتابعة. أنا رح أعطيكم مثل يعني ليتم محاسبة. خلينا ناخذ مثلا فضائح التجسس. كل فترة بنسمع بفضائح تجسس في الصحافة الأمريكية، بس أيضا بعد 6 أشهر 7 أشهر تتراجع. يعني بالنهاية شفنا بالفترة الأخيرة أنه تم القبض على الموضوع. اليوم أنا مثل ما قلت لا أريد أن أدعي أنه الوضع في الصحافة الكويتية هو وضع يعني مثالي جدا وعلى أعلى مستوى. يوجد قصور، يوجد مجالات كثيرة للتطوير، بس أيضا لا أريد أن أقول أنه هي صحافة لا تقوم بأي دور، لأنه يجب أن ننظر لها مثل ما قلنا بمعايير المجتمعات المحيطة وبمعايير المنطقة. بالتأكيد يعني اليوم وفي كثير من القضايا أيضا يعني مواضيع الفساد التي طرحت في الكويت تبين أنه هناك أيضا ثغرات تشريعية. يعني وصلت في قضايا سألت الصحافة انه لماذا لم تتم إحالة مسؤولين الى ابرز هذه القضايا اعتقد مؤخرا كانت القبيضة والإيداعات المليونية. انتهت هذه القضية. وجدنا انه يوجد ثغرات تشريعية، وهون يأتي دور السلطة التشريعية ان تكمل ما قامت به الصحافة بأن توفر التشريعات اللازمة التي تضمن في المستقبل بأن يحاكم ويتابع المسؤولين عنها. إذا سنستكمل أستاذ محمد الحديث عن الإعلام وحقوق الإنسان بعد هذا الفاصل مشاهدينا.
عودة لكم مشاهدينا، ونتابع ونستكمل حلقة الإعلام وحقوق الإنسان مع ضيفنا الأستاذ محمد الحسيني، مدير تحرير صحيفة الأنباء الكويتية. أستاذ محمد، نتوقف هنا عند عمل المجتمع المدني والتقارير التي تصدر، وأيضا التقارير الدولية التي تصدر من الدولة أو دولة الكويت والوفود الكويتية التي تتواجد في جنيف لمناقشة تفاصيل هذه التقارير. تعامل الإعلام مع كل هذا النشاط، المجتمع المدني، النشاط الحقوقي والنشاط الرسمي أيضا، كيف تراه برأيك في الإعلام الكويتي؟ هل فعلا اهتم؟ بصراحة نعم اهتم، والدليل أنه أغلب التقارير التي فيها انتقادات كبيرة للحكومة تنشر، منها مثلا تقرير السنوي للخارجية الأمريكية في تسابق بين الصحف على الانفراد بنشره. وللأمانة أيضا واجبنا الإعلامي يحتم علينا أن نتصل بالجهات المعنية بالدولة ونسأل عن مختلف الملاحظات التي ترد في هذا النوع من التقارير، وأيضا منها تقارير الشفافية وموضوع الفساد. وهناك يعني اعتراف من الجهات الحكومية في وجود مشاكل في بعض المجالات، وهناك تبرير لمجالات أخرى، وهناك وعود بالتحسين فيأتي الرد. يعني لاحظنا أيضا على مر السنوات أنه حتى الجهات الحكومية أصبحت أكثر مرونة ووعيا بأهمية معالجة ومقاربة هذا النوع من التقارير. هذا أمر مشجع. يعني بالبداية لو نرجع كان ردهم قبل بضعة سنوات يكون رافض أو في نوع من نظرية المؤامرة أو التخوين، علما أنه يعني من تصدر التقارير لدول صديقة، من دول يعني معادية. ترى أن اليوم الحكومة بدأت تتعاطى نعم أكثر. في تطور كبير، خاصة مثل ما قلت على بعض الجوانب المتعلقة في حقوق الإنسان. على المستوى المحلي لا توجد تقارير يعني خلينا نقول محايدة أو موضوعية نوعا ما. يعني أنا أغلب ما أقرأه إما وجهات نظر يعني معادية أو لوجهة النظر الحكومية، وتحاول إيجاد مناخ من التيئيس وكأن كل شيء يعني سيء. وهناك تقارير يعني خلينا نقول وردية تحاول أن تقول أنه لا، يعني في وضع مثالي، وهناك من يتآمر. الواقع هو مثل أي مكان يعني في الوسط، يوجد أمور سلبية بس، ولكن يعني للأمانة أنا أرى أنه حقوق الإنسان في دولة الكويت يعني تصنيفها بالنسبة إلى المنطقة هو تصنيف مقبول وجيد، ونطمح دائما مثل ما قلنا إلى الأفضل. يعني بس ولكن تطرح التقارير في الإعلام بكل شفافية من دون يعني رقابة مهما كانت قصتها. يعني بلا شك احنا دائما نتكلم بان احنا ببقعة المنطقة نحن الافضل، لكن دائما احنا يعني نقول يجب ان توقف عن ان نكون افضل السيء، ونكون نموذج يعني ايجابي. لكن انا يعني معك حق استاذ محمد بان التقارير تطرح في الصحافة، ونرى بعدها لمدة اسابيع تطرح وجهات النظر الحكومية بالرد وفي يعني تكذيب هذه التقارير، يمكن بذل المجهود. ولا نرى الاعلام يقوم بعمل تحليل موضوعي اليوم لمدى مصداقية هذه التقارير الدولية حول وضع حقوق الإنسان في الكويت، ومدى صدق الردود الحكومية. هل هي مجرد ردود للنفي، أم هي يعني خطوات حقيقية لتعزيز حقوق الإنسان على الكويت؟ ونرى كذلك يعني على سبيل المثال مناقشات وفود الكويت في الأمم المتحدة تنقل بث حي على شاشات الكمبيوتر، ننقلها. لا نرى صحف إعلامية تتابعها وتنقل ما ورد فيها. يرد مرارا وتكرارا في كل مناقشة دورية لأي من التقارير الكويت من الخبراء، أول جملة تقال لوفد الكويت بأن تقريركم لا يتطابق مع يعني الفورمة أو المعايير لكتابة التقارير الحكومية. ولا نرى انتقاد واحد في أي صحيفة أو أي وسيلة إعلام كويتية توجه اللوم للحكومة وتطالب بمساءلة من كتب هذه التقارير مرارا وتكرارا، وانتقدنا اليوم حتى على يعني ليس على محتوى التقرير اليوم وما فيه من تبريرات. احنا نتكلم اليوم على معايير كتابة التقرير، فورماته يعني مقدمة ختام إلى آخره. حتى هذه المتطابقة احنا لهالدرجة يعني بعيدين عن التحليل العميق لما يرد في هذه التقارير. الأمر الأول إنه اليوم في عنا أمرين خلينا نحكي فيهم، ومهم أن نسلط الضوء عليهم. اليوم في دول خاصة دول الشرق الأوسط والدول الإسلامية هي بالتأكيد بدساتيرها تتبنى شرعة حقوق الإنسان، بس ولكن هي أيضا ببعض القضايا تحديدا تعتبر مثلا الدين الإسلامي اللي هو دين سماوي يعني محترم جدا على مستوى العالم، هو من الشرعات السماوية اللي عندها يعني
أتباع في أغلب دول العالم، أيضا هو شرعة بحد ذاته. في 90% يعني إذا لاحظنا من حقوق الإنسان تتوافق توافق تام مع الشريعة الإسلامية، بس ولكن في بعض المجالات 10% يوجد نوع من خلينا نقول عدم التوافق، مثلا فيما يتعلق في بعض الحقوق الشرعية وحقوق الأحوال الشخصية، وبعض ما يتعلق بالمرأة مثلا أن تكون المرأة قاضية أم لا أو غير الأمور. ففي جانب معين في دولنا خاصة الدول الإسلامية، خلينا نقول هالهامش المعين، اليوم المتفق عليه، الجانب المعين في انتهاك. أنا عم بحكي في الجانب غير المتفق عليه، في وجهات نظر مختلفة في هالمجال. نجي إلى الجانب غير المتفق عليه، أيضا الجامعات مجالس حقوق الإنسان هي دايما يعني أغلب العاملين فيها هم نشطاء بيبقوا عم بيحاولوا يكونوا مجموعات ضغط تسعى إلى وضع مثالي في العالم، وهذا أمر نشجع عليه جميعا، يعني ما حدا ضد المناقشات اللي بتصير في جنيف مثلا أو غيره، بس ولكن لا يجب أن نغفل على أمر إنه هل في جنيف سمعت بيوم اجوا قالوا لأي دولة بالعالم انه انت كل تقاريرك مطابقه او غيره والامور تمام التمام؟ حتى الولايات المتحده مثلا اللي هي اليوم تعتبر الدوله العظمى في العالم والدوله المتقدمه، عليها الكثير من الانتقادات. الانتقاد موجود شوفي يعني هذا دور كيف دور الامم المتحده، ليس انتقاد لهم، انتقاد الى تقاريرهم. يعني عندما يسالون الى عن موضوع مثلا السجون، عن موضوع القواعد العسكريه، عن بس موضوع استاذ محمد انت تبي تخلق حاله وعي. نعم، حاله الوعي نعم. تبدا بان ما نغطي على اليوم السلبيات، اليوم نكشف هذه السلبيات ونحاول ان نعالجها. الحكومي نتحدث عن تعاطي الاعلام مع هذا يعني التراجع الحكومي. نحن ما عندنا مشكله ان ننتقد الحكومه، مثل ما قلنا بالتاكيد ندعو الحكومه الى ان تلتزم بالمعايير الدوليه والى مثل اي حكومه اخرى في العالم، بس ولكن اللي انا عم حاول اني اوضحه او اقوله انه ما بدنا نصور للناس ايضا، لانه بالنهايه نحن يهمنا الوعي الجماعي، انه كل الناس يكونوا عارفين انه هالمشكله اللي نحن عم نطرحها هي مشكله على مستوى العالم. كل دوله من هالدول عندها مشاكلها الخاصه وتتعرض الى الانتقاد في مجالس حقوق الانسان الدوليه وغيره. نحن نحيي دوركم كنشطاء، كمجموعات ضغط تعملوا انه يكون الوضع مثالي وغيره، بس ايضا كصحافه الا تعتقد اليوم حتى لو الاعلام اهتم بالتواجد في جنيف، لماذا اليوم لم يغطي الاعلام الكويتي الجلسات؟ اليوم نغطي مباريات، نغطي احتفالات، لماذا لا نلتفت إلى حدث وفد الكويت يناقش التقارير في جنيف؟ طب خليني أخلق حالة الوعي بإني أنقل هذه الجلسات. في ايضا مثل ما قلنا، مثل ما تفضلت، مثل ما حكيت الدكتوره ورديت عليها من شوي، انه يوجد كثير من التقارير التي تنشر، منها تقارير مجالس حقوق الانسان في جنيف، يعني تنشر في الصحافه الكويتية، ليست غائبه. نحن نقصد تغطيه الجلسات، التواجد فيها وتغطيه. بالنهايه انا مش رح اقدر في صحيفه مثلا اني اتابع كل الجلسات، هو عمل شبه يومي في جنيف، فمش معقول ان نحن رح نغطي، مثل ما ايضا جلسات الامم المتحده لا تغطى الا اذا كان في يعني حدث مهم او غيره الى اخره. بالنهايه الموضوع هو موضوع تقني، اذا كان في ناس مهتمين، في مجموعات مهتمه تتابع هي العمل اليومي للجلسات، تستطيع ان تلوم الصحافه اذا قدمت تقارير الى الصحافه ولم تنشرها، بس ولكن اليوم في الصحافه الكويتيه تنشر كل التقارير المتعلقه مهما بلغ مستوى الانتقاد لها في هل لأن العاملين في الإعلام تراهم غير ملمين، غير مهيئين، غير مؤهلين اليوم للتعامل مع هذه القضايا الحقوقية؟ الإعلام بالنهاية عنده مساحات محددة للقضايا كيف ترى العاملين بس في الإعلام؟ بالنهاية أنا أرى أنه الإعلام في دولة الكويت مثل أي مكان آخر في العالم، في ما هو جيد، ما هو ممتاز، وما هو جيد وما هو سيء. اليوم على مستوى حقوق الإنسان، بما أنه هو الموضوع الذي نناقشه اليوم، توجد تغطية ويوجد جهد إيجابي قد لا يكون كافي في نظر النشطاء اللي هن بدهم أنه ياخذ حيز أكبر أو مساحة أكبر، بس بالنهاية اليوم الإعلام ما بدنا نغفل أنه هو إعلام في شق منه تجاري يسعى إلى الاستمرار. حتى يسعى إلى الاستمرار لازم يرضي أكبر شرائح ممكنة عبر تغطية اهتماماتها وغيره. فبالتالي ما فينا إنه يعني نكون إذا كان عندنا مثلا مجلة دورية اختصاصها حقوق الإنسان تراعي الموضوع، تستقصي الموضوع، هيدا أمر إيجابي، بس لا نستطيع أن نطلب من الصحف اليومية أن
يعني يكون الجانب الطاغي فيها هو هذا الملف تحديدا، لانه مثل ما قلنا بالنهايه يجب الموازنه بين كل بالضبط هذا يمكن يعني احنا ما نطلبه هو الموازنه وليس حقوق الانسان. حقوق الانسان لا نحصرها فقط في الحقوق المدنيه والسياسيه، حقوق الانسان هي حقوق مدنيه وسياسيه واجتماعيه وثقافيه. صحيح. فبالتالي يجب انه نغطي كل هالمجالات. اليوم عندما نغطي الجهد الثقافي بنكون عم ندعم حقوق الانسان، عندما نغطي الجهد الاقتصادي مثلا احد حقوق الانسان الحقوق في التنميه، عندما نتحدث عن ملف التنميه والقصور في التنميه نحن عم نتحدث عن حقوق الانسان. فبالتالي لا يجب ان نذهب فقط الى 2 أو 3 منها، بالتاكيد هي بوفق الشريعه نفسها هي حقوق غير قابله للتجزئه، يعني لازم انه كلها تكون عندها صفه الشامله. بلا شك يعني احنا يعني لا نطلب ان طغيان الصحافه او حقوق الانسان في الصحافه، ولكن نطلب التوازن. نعم. نطلب ان تخصص بعض الصفحات وبعض الاعلاميين المختصين يعني لتغطيه هذه الامور، ولكن يعني للانتقال الى ملفنا الاخر والحديث عن دور الوسائل التواصل الاجتماعي في معالجه القضايا الحقوقيه، سنخرج الى هذا التقرير لقاء مصور مع السيد صلاح العلاج صاحب اخبار دروازه نيوز للحديث عن دور وسائل التواصل الاجتماعي في التغطيه لقضايا حقوق الانسان. أستاذ صلاح، ما هي أسباب الانتشار السريع لموقع الدروازة الإخباري في مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك المواقع الإخبارية الأخرى برأيك؟ أعتقد أن سبب انتشار الخدمات الإخبارية على المواقع التواصل الاجتماعي أو بالأبليكيشنز وغيرها أن هذا زمنها، هذا أولا، هذا وقتها. الناس اتجهت إلى السمارت فونز، اتجهت إلى الكمبيوترز، ما عادت تستهوي هذا الجيل الأمور الورقية كما كان في السابق. يعني ليس قصورا من الورقي، ولكن هذا وقتهم، هذا زمانهم. مع هالانتشار السريع ووصولكم لأكبر عدد من القراء، هل اليوم خصصتوا مساحة كافية لقضايا حقوق الإنسان؟ أتوقع قضايا حقوق الإنسان سواء كنا إحنا أو الورقي اللي ما يهتم فيها هو قصور فيه هو نفسه. اليوم لما نقول الورقي غير مهتم أو الإلكتروني مهتم أكثر أو غيره، هذه قضية إنسانية يجب أن يهتم فيها الجميع. ألاحظ أيضا أن القضايا الإنسانية أكثر ما أثيرت بالفترة الأخيرة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. تفاعل الناس، الفزعة، الرتويت. الناس كثير تعالجت في الخارج وحالاتهم مهمشة وما عندهم علاقات مع نواب ولا وزراء. من اللي سفرهم؟ المغردين. وبالفيسبوك سلطوا الضوء عليهم، مما أجبر الصحف الورقية أن تتفاعل معاهم كونهم أمر واقع وأمر بارز على الساحة ووجب تغطيته والحديث عنه. عيل، مع هذا التفاعل السريع، هل اليوم نرى مستقبل المطالبات الحقوقية المنبر الذي يستطيع أن يوصل هذه المطالبات ستكون أدوات التواصل الاجتماعي وليس الإعلام التقليدي مستقبلا؟ منبر. احنا نتكلم اليوم عن الإنسان البني آدم وحقوقه. عندما تقوم إحدى الصحف الورقية بعدم تغطيتها فهذه منقصة فيها هي. هذا ما فيها فضل ولا منة لأحد. حقوق الإنسان يجب أن تحترم، ومن لا يغطيها. اليوم لما نقول مواقع التواصل الاجتماعي تغطي قضايا حقوق الإنسان وتفاعل معها، بينما الصحيفة الفلانية أو المغردين الفلانيين، هذا نقص فيك أنت ويحسب عليك أنت عدم اهتمامك واحترامك لك أنت أولا كإنسان وكآدمية الآخرين، بدون عنصرية وبدون تفرقة. النظر للإنسان كإنسان له حقوق وعليه واجبات. كيف تفسر التفاعل؟ يعني لما تقول أبي تفاعل، التفاعل من اليوم أي ناحية تنظر اليوم لهذا التفاعل؟ مثلا قضية ظلم، مقتل شخص في مخفر، تعرض شخص للإيذاء، ناس تطالب بحقوق بسيطة في حياتهم يقمعون أو يضربون. تجد الصحف، يعني الصحف بالنهاية يعني لا ننكر عليها ضغوط، وتجد شخص ما نعرف اسمه وتنتشر تغريداته كالنار في الهشيم. شو السبب؟ السبب انه قال كلام صح، اعجب الناس فقامت بعمل الرتويت. انا ايضا اتمنى نغير موقع التواصل الاجتماعي الى مواقع التواصل التكافلي، الناس تتفاعل وتتكافل
قبل سنتين المغردين اتفقوا على مقاطعة شركة كبيرة للأغذية، لم تتجرأ صحيفة واحدة. هذه شركة معلنة جبارة، أجبروها المغردين في تويتر اللي ما لهم مصلحة إلا أن يرون أن أسعارها في السعودية أو في الدول المحيطة أرخص من الكويت. منتجات غذائية كويتية تباع ضعف ما تباع فيه بالكويت. كيف ترى إذا مستقبل الإعلام التقليدي في ظل وجود خطر يتهدد بسبب وجود هالأدوات والمواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي وسرعة الوصول إلى الأخبار بالشكل اللي أنت ذكرته؟ لا ننكر أن الصحف الورقية صحف محترفة وتمارس الصحافة باحتراف ومهنية. هناك قطاعات وأقسام ورئيس تحرير ومدير تحرير ومحليات وتقارير وأمور كثيرة تمارس عمل صحافي ثقيل، وإحنا لا نهمشه، ولا يستطيع أحد أن يهمش الإعلام التقليدي، هو موجود انحسر دوره. فإحنا ما نقول راح يلغي هذا، ولكن لكل زمان كما أن لكل زمان دولة ورجال، هناك أيضا لكل زمان أدواته. الإذاعة ما ألغيت، ما اختفت، لا زال في إذاعة، ولكن تأثيرها ليس كتأثير الفضائيات. الصحف لن تموت، سوف تكون كالإذاعة موجودة، وفي ناس راح تقرأ كما أن في ناس تسمع إذاعة لا زالت. ولكن يعني انظر إلى الولايات المتحدة وأوروبا، وليش أوروبا اليوم الغلبة للمحتوى الإلكتروني. عودة بعد هذا التقرير ومواصلة لحديثنا مع ضيف الحلقة الأستاذ محمد الحسيني حول دور الإعلام في التعاطي مع القضايا الحقوقية. ويعني كما ورد في الحوار في التقرير أن اليوم وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا لربما بدأت تكون لها سقف حرية أعلى، الناس بدأت تتجه لها يعني استسقاء الخبر بشكل أسرع. يعتقدون أن سقف الحرية لديها أعلى، ولربما أحد الأدلة على ذلك نرى بعض الكتاب الذين يعني تمنع اليوم مقالاتهم من النشر في الصحف الورقية، نراها تنشر في الصحف الإلكترونية كدلالة اليوم على يعني ارتفاع السقف لديها. برأيك هل يعني هذا التحول أو ارتفاع السقف الموجود لدى الصحف الإلكترونية أثر على يعني مقدرة الصحف التقليدية والورقية على التعاطي مع القضايا الحقوقية؟ أولا يعني طبعا استمعنا إلى الأستاذ صلاح وأعطى الكثير من الملاحظات السديدة التي نتفق معها، بس أنا بحب أوضح شغلة، إنه الشركة التي تحدث عنها والموضوع الذي تحدث عنه كان على الصفحة الأولى في جريدة الأنباء، والشركة اللي يتحدث عنها هي من الشركات المعلنة في الأنباء. وللأمانة لم نتعرض إلى الضغط لعدم نشر موضوع، هم استمروا في إعلاناتهم، ويمكن راجعت الشركة سياستها وغيره. الأمر طبيعي، يعني ما بدنا نصور الموضوع وكأنه يعني في كتير شركات تسمع بيكون فيها مثلا تجاوزات، فيما لو عرضت في الصحافة توجه نفسها، وهذا أمر إيجابي وأحد الأدوار الرئيسية للصحافة، فحبيت نوه إلى هالموضوع. الأمر الآخر بالنسبة إلى دور وسائل الاتصال الاجتماعي، لا شك أنه هي خلقت فضاء موازي منافس للصحافة التقليدية اليوم، يعني ما حدا يستطيع أن ينفي هالموضوع، بس ولكن برأيي أنا أنه هي أكثر خلينا نقول صحافة موقف من صحافة خبر وصحافة إنتاج إعلامي. يعني اليوم الإعلام صناعة، والصناعة تحتاج إلى إنتاج، وهالإنتاج ما ممكن يوفره فرد موجود مهما بلغت شعبيته، على يعني لا يستطيع أن يؤمن هالباكج الإعلامي اللي بتقدمه وسيلة إعلام، إن كانت تلفزيون أو إن كانت صحيفة أو غيره إلى آخره. يعني حتى تويتر اليوم، وأنا سبق أني ذكرت الملاحظة، في إحصائية مثلا أجريت من شركة بير أناليتكس اللي هي واحدة من الشركات المختصة في كاليفورنيا في إجراء الاستطلاعات على التغريدات، أنه في العالم يوجد يوميا اليوم تقريبا 500 مليون تغريدة، 40% منها هي عبارة عن ثرثرات فضولية لا طائل منها، و38% هي تغريدات حوارية، يعني ناس بيعملوا مثل تشات بيردوا على بعض، 9% نقل المعلومات وبعض الخواطر الأدبية وغيره إلى آخره، 6% حديث عن إبراز الذات والمواعيد اليومية وغيره إلى آخره. كل واحد مثلا حط صورة على إنستغرام، طلعها على تويتر، هذا أكتيفيتي يعني. في عنا
4% دعايات دخيلة أو سبام، هودي اللي بيرزوهم، وعندنا 4% هي الأخبار، وعادة نصف الأخبار ينقل من وسائل الإعلام التقليدية، والنصف الآخر بيطرحوه مغردين، إنما مش كله يحظى بمصداقية أو بيكون صحيح. اليوم وسائل الاتصال الاجتماعي حاضرة بقوة بكل تأكيد، واليوم ما عاد في موضوع التوزيع اللي كان يحصر عملية نشر المعلومات في وسائل تقليدية معينة، ما عاد موجود، لأنه اليوم أي شخص عنده معلومة ممكن أن يقدمها على وسائل الاتصال الاجتماعي، وممكن أن تنتشر بشكل بس احنا شفنا كبير. حتى المسؤولين أستاذ محمد تفاعلوا مع تغريدات وإن كانت فيها ثرثرة أكثر من تفاعلهم في الأخبار. يعني اليوم حتى لما صدر موضوع أن عدم السماح بدفن غير الكويتيين في المقبرة، تغريدات أثارت الموضوع، واليوم الثاني شفنا نفي. أصبح المسؤول يتجاوب مع ما ينشر في تويتر أكثر مما ينشر في رجعي إلى أصل الخبر. في الخبر غير صحيح، أصل الخبر غير صحيح، لأنه اليوم الصحف عفوا هو الخبر مو كان غير صحيح، هو كان مقترح بالفعل مقدم، هو مقترح، لكن جاء النفي ثانيا بأن لن تقبل فيه أو يعني لن تنظر به الدولة. يعني كان في افتقاد يعني تويتر سبب ضغط وإلى المهنية. اليوم بدنا نرجع، أحد حقوق الإنسان الرئيسية، بما أنه حلقتنا عن حقوق الإنسان، هي يعني عدم التجريم أو عدم يعني المتهم بريء حتى إثبات عكس ذلك. هيدا دايما المبدأ الأساسي. يعني مشكلتنا نحن ما بدنا ناخذ حقوق الإنسان مثل ما قلنا في جانب معين وحقوق معينة ونغفل عن حقوق أخرى. صحيح. اليوم الإعلام التقليدي ميزته الرئيسية وقوته الأساسية إلى اليوم أنه أي موضوع، طبعا أنا أتحدث عن الإعلام المهني وليس الإعلام اللي يعني أي كلام، لأنه اليوم الإعلام مثل ما قلنا في فئات مختلفة، وفي مؤسسات تحظى بالاحترام، وفي ناس تانيين يعني عندهم مشاكل يمكن أكثر، المغردين أصدق منهم أو غيره. فاليوم المتهم بريء حتى إثبات العكس. لازم ناخذ هالقاعدة. صحيح. ولازم تحري الدقة. موضوع تحري الدقة أمر أساسي في الإعلام إذا كنا نريد أن نقدم إعلام مهني. بما أننا قاعد نتكلم على كافة وسائل الإعلام، إن كانت وسائل الإعلام التقليدي أو التواصل الاجتماعي أو ما يسمى بالإعلام الجديد، هناك أيضا كانت دراسة من شركة ستاندرد أند بورز كومباني أشارت إلى أن اليوم الصحف أمام اختبارات قاسية اعتبارا من 2016. نعم. التقرير اللي نشر قبل أيام أستاذ محمد أكد على تراجع 70% من القراء الجدد يتجهون إلى الوسائل الحديثة. إذن اليوم هناك تحدي، يشعر القارئ أو المتابع بأن ما عادت الوسائل الإعلام التقليدية تشفي غليلة، خليني أشوف أنا مساحة أخرى أعبر فيها، فضاء آخر. برأيك أمام هذه التحديات، هل اليوم نحتاج فقط أن نرى الصحف على مواقع الإنترنت كأن فتح برانش إلكتروني، أم نحتاج إلى معالجة لكل المنظومة هذه الإعلامية وطريقة الأدوات المستخدمة؟ يعني يهمني وبإيجاز كيف ترى الفترة القادمة ممكن أن ينهض الإعلام بوسائل أخرى وأسلوب أحدث؟ أنا برأيي الإعلام الأساسي، إن كان وسائل تواصل اجتماعي أو إن كان يعني الإعلام بشكل عام، هو يعتمد على فكرة رئيسية هي المضمون. متى كان المضمون جيد والمحتوى الكونتنت جيد، إن كان أيا تكن وسيلة التحميل، إن كان يعني صحيفة ورقية أو تلفزيون أو غيره، الناس رح تروح. الناس بتحب الجيد واللي عنده مصداقية فطالما توجد صحف تقدم مادة جيدة إلى القارئ، بيفتحها تاني يوم بيقراها، بيشوف إنه هو عم يستفيد من الموضوع، إن كان تحليلات أو تقارير أو تغطيات أو أخبار أو أي أمور، تمام. وممكن الصحف مثل ما قلنا اليوم تستغل وسائل التواصل الاجتماعي كمكمل لأيضا مواقعها الإلكترونية من خلال التفاعل. اليوم وسائل الاتصال الاجتماعية أيضا أعطت وسيلة للصحف حتى تعرف الفيدباك على مواضيعها وعلى مقالاتها. قلت الأهمية الرئيسية لوسائل التواصل الاجتماعي هي اليوم في رصد الموقف. يعني هي بتساعدنا اليوم نعرف مواقف واتجاهات الناس لحتى احنا نطور من المضمون اللي عم نقدمه ونحدد الأهمية. يمكن حقوق الإنسان إذا شفنا إنه هي تحظى باهتمام أكبر على وسائل التواصل الاجتماعي، رح نعطيها مساحة أكبر. وهذا ما نتمنى اليوم. يعني إحنا نتمنى بالفعل أن يتحول الإعلام الكويتي إلى يعني الاهتمام أكثر بقضايا حقوق الإنسان. نتمنى طبعا اليوم أن نرى حتى مثلا جمعية الصحفيين الكويتية تنظم دورات حقوقية لمنتسبيها لتعريفهم اليوم بمصطلحات
حتى اليوم يجهلها بعض الصحفيين للأسف. أنا ما هي أيضاً يعني تدريب حقوقي لبعضهم، حتى نرى صفحات لربما متخصصة في قضايا حقوق الإنسان. اليوم هذا اللغط الموجود في الشارع حول العديد من القضايا الحقوقية لربما سبب غياب الوعي، واللي كان المفروض يعني وسائل الإعلام انها في عندي توصيتين أنا بحب كمان بهالحلقة إنه نطرحهم حتى نكون يعني خرجنا بأمر مفيد. الأمر الأول هو عملية تأكيد على أهمية الوعي الجماعي، إنه نوعي الناس في أهمية ومسؤولية الإعلام، خاصة الشباب المغردين. يعني اليوم بأمريكا التوجه إلى تعليم الأطفال أنه أنت أي خبر بتشوفه على وسيلة تواصل اجتماعي إذا كان في تشهير أو في اتهام لشخص آخر، لا تفترض مباشرة أنه خبر صحيح وتروح إلى تعليق جارح أكثر وتعمل حاول أنك تتأكد ردة الفعل الأولى عندك تكون لا. أنا برأيي هيدا أهم من موضوع أنه نحن نحيل إلى القضاء ونحمل النيابة وغيره، مثل القانون اللي انتقدناه، قانون الإعلام الموحد. حتى وسائل الإعلام أستاذ محمد شفنا في التقرير جاي إلى وسائل الإعلام أيضا. وسائل الإعلام استفزت المشاهدين. أنا أقترح إنشاء، يعني التمرت الماضي يعني نوع من، أو ما بعرف إذا جمعية صحفيين تستطيع أن تقوم بالموضوع، مجلس وطني للإعلام يكون دوره رصد ما يراه بأنه مخالفات، وإرسال مش بالضرورة يعني إحالات إلى النيابة، إرسال تنبيهات إلى الصحف، إعداد تقرير سنوي يتضمن انتقادات إلى الصحف نفسها بشكل يحملها مسؤولية أمام القارئ. يعني يوجد كثير إجراءات لا تتم اليوم، يعني عملية فقط نحن مش بس نجلس على جبهة وكل واحد يحيل الثاني إلى النيابة ويلاحقوا قضائيا وياخذ 5000 دينار. يعني يوجد كثير من الإجراءات والأمور اللي هي يعني الأصل في الصحافة أن تكون حضارية، الأصل في تصرفنا أن نكون ناس يعني متحضرين على مسؤولية تعزيز وتحسين الوعي الجماعي في المجتمع، لحتى نرتقي في مجتمعاتنا ولحتى نوصل إلى مرحلة يكون فيها الأساس في حقوق الإنسان هو الكرامة الإنسانية. صحيح. ويجب على كل وسائل الإعلام إن كانت وسائل تواصل اجتماعي أو وسائل تقليدية أن تحترم هذه الكرامة. فاليوم نحتاج إلى ثقافة عامة توعي الناس بأنه ليس كل شيء يكتب، موضوع الدقة في النشر، ونحتاج أن تأتي هذه الثقافة عبر وسائل الإعلام لتوعية يعني طبعاً الناس طبعا بالدرجة الأولى. اسمح لي بس أختم يعني حتى في هذا السؤال، في ظل الصحوة الحقوقية أستاذ محمد وهناك الدفع باتجاه مزيد من الحريات، نرى محاولة للعودة إلى الوراء عندما برز قانون الإعلام الموحد وشعرنا بأنها تكميم للصحافة. برأيك هذا كيف ترى هذا المشهد؟ وطبعا الصحوة الحقوقية مصطلح جميل جدا يعني، وبالحقيقة في تنوير ونتمنى أن يستمر، وأنا بأيدكم. بالنسبة إلى الإعلام الموحد تم رفضه من كل وسائل الإعلام حتى التقليدية في دولة الكويت، ليس لأنه ليست هناك رغبة في وجود قوانين تنظم الموضوع. اليوم اللي عم نشوفه صراحة في وسائل التواصل الاجتماعي ليس فقط على الجانب الحكومي، يعني حتى في رموز من المعارضة تتعرض إلى تجريح يعني أحيانا يكون قاسي وغير مقبول. فبالتالي نحن بننظر إلى الموضوع كأشخاص مراقبين نريد حفظ كرامة الجميع وحقوق الجميع، هذا المبدأ والأساس. برأيي قانون مثل قانون الإعلام الموحد يجب أن تسبق ورشات تشريعية ضخمة نفس ما صار في الكونغرس في الولايات المتحدة، وهذه التشريعات يجب أن تجاري سرعة الإعلام. هذا إعلام متغير، فيجب أن نأخذ بعين الاعتبار أمر أساسي ومهم، وهو أن لا نضع قانون أولا لا نكون غير قادرين على تطبيقه، ثانيا أن لا تمر فترة قصيرة ويصبح غير قابل للتطبيق، تكون طلعت يعني أمور جديدة. ففي هناك يعني أمور وحيثيات يجب التوقف عندها ويعني ماليا والبحث فيها. بالنسبة إلى القانون مثل ما ورد، يعني نحن استخدمنا مصطلح في اجتماع صار في يعني في إدارة التحرير في الأنباء، أنه يعني حول وزارة الإعلام إلى ما يشبه المخفر الإعلامي في رقباء ومفتشين وغيره. برأيي يعني كان الجهاز المطلوب لهالحجم من الرقابة وهالحجم من المتابعة صعب توفيره. فاليوم التوجه في العالم إلى تقليص دور وزارات الإعلام. صحيح. إلى يعني إن بقيت يبقى دورها إشرافي وتوجيهي وتنويري، ليس تحويله إلى مخفر للمتابعة والمحاسبة والإحالة إلى النيابة وغيره. وبلا شك نضم صوتنا إلى صوتك اليوم. كان يعني قانون مثل شايفين إنه نحن في وسائل الإعلام نطرح بجرأة المواضيع عندما تتعرض
إلى حقوق الإنسان ولسنا غائبين عن المواضيع يعني. بلا شك، ونضم صوتنا إلى صوتك اليوم في تمني أن يعني نرى هذا الوعي ونرى هذه الأداة الإعلامية توظف بشكل سليم وبشكل صحيح من أجل خدمة الإنسان وحقوقه وكرامته أولا وأخيرا، وأن نرى دولة تصغي ويعني تسمع وتستجيب لنبض الشارع ولا تحاول فقط تكميمه ويعني تسكير الأبواب بطريقه. حتى الاهتمام المتزايد بالقضايا الحقوقية أصبح اليوم واقع لا يمكن أن نخفيه. بالتأكيد أشكر والدليل يعني وجودك عاملين برنامج كامل يعني بالضبط، ونتمنى نشوف صفحات متخصصة، برامج متخصصة تستطيع أن تنهض بالعمل الحقوقي. كلمة أخيرة نودع فيها هذا الحلقة. أشكركم على الاستضافة وأحييكم على البرنامج، وصراحة يعني أنا أحيي رحابة الصدر في تلقي الملاحظات، لأنه كان عندي ملاحظات تقبلتوها بكل موضوع، شيء من منعكم أن تستضيفوني، وهذا دليل أنه البرنامج يعطي الرأي الآخر مساحة. ونتمنى لكم كل التوفيق، وبالتأكيد نحن نطمح لدولة الكويت ولكل دولة بالعالم أنه تكون فيها دائما الأوضاع أفضل على مستوى حقوق الإنسان، لأنه بالنهاية مسؤوليتنا أمام كل طفل أو أي إنسان مهما بلغ عمره أنه نوعيه في حقوقه وفي واجباته، وهيدي رسالتنا الإنسانية. فيعطيكم ألف عافية ونتمنى لكم التوفيق. ألف شكر لك أستاذ. شكرا لك أستاذ محمد الحسيني مدير تحرير صحيفة الأنباء، وشكرا لمتابعتكم مشاهدينا. نلقاكم الأسبوع القادم وقضية جديدة، ومع السلامة.